قلب برشلونة. في ثوان معدودة مجرمان مقنعان يقومان بحمل دراجة نارية مركونة على الرصيف ويقومان بإدخالها لسيارة نقل متوسطة ويفران. هذه واحدة من 45 ألف دراجة نارية تسرق في إسبانيا في السنة. هذه آخر الصور لعملية قامت بها الشرطة الإسبانية ضد إحدى مافيات الدراجات النارية، وهي المافيا الأكثر نشاطا ببرشلونة. أسفرت العملية عن إيقاف 14 مجرما و130 دراجة نارية بقيمة إجمالية بلغت 300 ألف يورو. في هذا الجراج الموجود في مدينة ساباديل عدد من أعضاء المافيا المتخصصين في الميكانيك كانوا يقومون بفسخ الدراجات ليقوموا بإرسالها للبيع في شمال إفريقيا، حيث يزداد الطلب على أجزائها المفككة. يقومون بتعليم كافة قطع الغيار وترقيمها، وهو ما يدل على حرفية عالية، حيث تعرف المافيا مسبقا أن بيع الدراجة وهي مفككة يدر ربحا أكثر من بيعها وهي مكتملة.